الحضارة المصرية ما طلعتش مصرية، والمصريين القدماء كانوا أفارقة زنوج، وسكان مصر الحاليين شعوب مهاجرة من الجزيرة العربية سطوا على حضارة مش بتاعتهم. ده كلام جماعات الأفروسنتريك واللي بيروجوا لأكاذيب إن الحضارة المصرية كانت حضارة سوداء، والأفكار دي اتقالت جوه المتحف المصري من شهر فات بوجود فوج مشبوه ضم ناس زي كابا، واللي يعتبر من أشهر المتعصبين لأفكار الأفروسنتريك. طب مين الأفروسنتريك دول؟ وليه ظهروا دلوقتي؟ وإيه خطورة الدعوات دي؟ وهل دي أول مرة حد يقول إن الحضارة المصرية صنعها ناس تانية؟ وإيه هي أصول المصريين؟ وجم منين؟ والسؤال الأهم، هل المصريين الحاليين عرب؟ نصحصح بقى كده عشان نفهم اللي بيجري حوالينا. مين بقى الأفروسنتريك اللي عاملين قلق دول؟ الحوار ده كله بدأ سنة 1928 لما ظهرت في أمريكا حركة بالاسم ده، ومعناها المركزية الأفريقية، بتروج لفكرة إن العرق الأسود أرقى من كل الأعراق التانية. طيب إيه علاقة مصر بالموضوع؟ الأفروسنتريك معتقدين إن المصريين القدماء كانوا من أصحاب البشرة السوداء. طب مصدره إيه الكلام ده؟ قالك الأوروبيين وقت احتلالهم لأفريقيا سرقوا السجلات اللي بتثبت إن الحضارة المصرية أصلها أفريقي. يا راجل، طب الحركة دي اتعملت من 95 سنة، ليه ظهروا دلوقتي؟ هما في الحقيقة موجودين بس نشطوا بقوة بسبب وجود مواقع التواصل الاجتماعي، وده سهل لهم نشر أفكارهم. كمان في الفترة الأخيرة بقى في نشطاء أفارقة بيروجوا للمظلوميات اللي تعرضوا لها زي العبودية وتهميش الرجل الأبيض ليهم، فكنوع من العنصرية المضادة عايزين يثبتوا إن كل منتجات الحضارة الإنسانية هم اللي عملوها واتسرقت منهم واتنسبت لناس تانية. وإيه تاني؟ لا تاني ولا تالت، إحنا هنا هنرد على اللي يخصنا. هم بيقولوا إن أجدادهم هم صناع الحضارة المصرية، وإن اللي عايشين في مصر دلوقتي مش من نسل المصريين القدماء. طيب هل الكلام ده حقيقي؟ الإجابة على السؤال ده هتكون من جزئين. الجزء الأول هنشوف علماء المصريات قالوا إيه عن أصول المصريين، أما الجزء التاني فهيكون كلام علمي هنشوف من خلاله التحليلات الجينية زي مشروع الجينوم المصري رأيها إيه في الموضوع ده. يلا بينا. عندنا واحد من أهم علماء المصريات وهو الإنجليزي ويليام باتري، واللي ليه فضل كبير في إن يبقى فيه حاجة اسمها علم المصريات، وده لأنه كان بيستخدم منهج علمي في التنقيب مش حفر وخلاص زي حرامية الآثار لما بيعملوا. المهم باتري ده عاش معظم حياته في مصر، وكان ليه اكتشافات مهمة زي لوحة مرنتباح، واللي قدر هو وشريكه العالم الألماني أرمن يفكوا رموزها، وألف كتاب اسمه 10 سنوات من الحفر في مصر، واللي يعتبر مرجع للأثريين في الحفر والتنقيب. مش هطول عليك، عمك بتري بعد تجربته الطويلة دي قال إن المصريين القدماء كانوا شعب واحد اتكون من وادي النيل وما دخلش عليه هجرات خارجية، وده عن بتري وجهة نظره بوجود تشابه بين المواقع الأثرية، وفسر ده إن ثقافة الشعب نفسها واحدة. كمان شاف بتري إن اللغة المصرية القديمة لغة معزولة مش شبه أي لغة تانية، ومن دراسة بتري للسمات الجسدية للمصريين القدماء وصل لنتيجة إنهم كانوا متشابهين من حيث التكوين الجسماني والملامح. هل بتري هو العالم الوحيد اللي عمل أبحاث عن أصول المصريين؟ تعالوا نشوف. عندنا عالم أنثروبولوجي اسمه ستيفن كون بيقول في كتابه أعراق أوروبا إن الظروف الجغرافية وفرت لوادي النيل بيئة مميزة عاش فيها مجموعة من البشر الأصليين، واللي قدروا يطوروا حضاراتهم على مدار آلاف السنين من غير ما يتأثروا بدخول أعراق أجنبية عليهم. كلام كون بيأكده العالم والباحث الأثري برودريك في كتابه شجرة التاريخ البشري، واللي بيقول فيه إن من 6000 سنة أو أكتر مفيش فرق كبير بين شكل المصريين زمان أو دلوقتي، وحتى الفلاحين اللي بنشوفهم في الغيطان النهاردة ملامحهم نفس ملامح أجدادهم. مش بس كده، العالم الأنثروبولوجي آرثر كيت في كتابه نظرية جديدة عن التطور بيأكد الاستمرار الجيني للمصريين، وإن المصريين اللي بنشوفهم النهاردة هم أحفاد المصريين اللي كانوا موجودين من 3300 سنة قبل الميلاد. ده غير العالم المصري سليمان حزين اللي في كتاب تاريخ الحضارة المصرية وصل لنفس النتيجة، واللي بتأكد إن تأثير الهجرات العربية لمصر بعد الفتح العربي محدود جدا وما غيرتش في التركيبة السكانية للمصريين. وده بيأكد كلام المقريزي اللي عاش في زمن المماليك، واللي قال في كتابه البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب إن العرب اللي شاركوا في فتح مصر وقت عمرو بن العاص ماتوا كلهم ومحدش عارف فين أحفادهم، وإن اللي اتبقى منهم أعداد بسيطة جدا. ده غير اللي قاله جمال حمدان في كتابه شخصية مصر عبقرية المكان، واللي أكد فيه على نفس النقطة بمثال ظريف إن عمال الحفاير لما كانوا بيلاقوا تماثيل كانوا بيستغربوا إزاي التماثيل شبههم كده وهم شبهنا،
طيب هل الموضوع متوقف بس على الاقتباسات لبعض الكتاب والعلماء ولا في أدلة تانية؟ هنا بقى نيجي للجزء التاني من الإجابة، وهي الأبحاث الجينية اللي بتتكلم عن أصول المصريين واللي وصلت فيها نتائج لدرجات عالية من الدقة بفضل التكنولوجيا الحديثة. الأبحاث الجينية بتقول إن الغالبية العظمى من المصريين الحاليين وبنسبة 77% بيحملوا نفس الصفات الجينية للمصريين القدماء. أما الصفات الجينية لشعوب الشرق الأدنى فنسبتها حوالي 10%، ومقسومة لمجموعتين. المجموعة الأولى العرب، اليهود، الأتراك والأكراد، نسبتهم على بعض من الشعب المصري رغم كل الغزوات والهجرات مش أكتر من 5%. أما المجموعة التانية وهي الهجرات اللي جت من جنوب أوروبا زي اليونان وتركيا فنسبتهم برضو 5%. كده اتبقى حوالي 13% راحوا فين؟ عندك 5% صفات جينية من غرب أوروبا زي إيطاليا، فرنسا، إنجلترا، وحوالي 7% صفات جينية من أصول مختلفة مش متحدد مصدرها. هنا السؤال بيطرح نفسه، هل المسلمين مختلفين جينيا عن المسيحيين؟ التحليل الجيني بيوضح إن المصريين شعب متجانس ومفيش أي فروق بين المسلمين والمسيحيين. ومش بس تحليل الجينات اللي بتقول كده، ده كمان اتعمل فحوصات لأعضاء الجسم زي الشعر والبشرة والعين والأسنان بتأكد نفس الفكرة. خلينا نوضح أكتر، المصريين المسلمين أجدادهم كانوا مسيحيين وأسلموا، والمصريين المسيحيين أجدادهم كانوا بيؤمنوا بالديانات المصرية القديمة ودخلوا المسيحية وفضلوا عليها، ومن هنا بنوصل لنتيجة أن المصريين شعب واحد، مسلمين ومسيحيين. يعني عمرو بن العاص عندما جاء إلى مصر ما زحفش معه العرب وحضروا إلى مصر. ده الجيش الفاتح كان 4000. دي حتة فنية جامدة بقى. كان 4000. وبعدين المصريين أقبلوا عليه وساعدوه في فتح مصر ليخلصهم من الرومان وليخلصهم من الطغيان، فهم أحسنوا استقباله ومكنوا لسيدنا عمرو أن يفتح مصر. هؤلاء المصريون منهم من أسلم ومنهم بقي على دينه. فنحن جميعا مسلمون وغير مسلمين أقباط. يعني إيه أقباط؟ يعني مصريين، يعني مصريين قدماء. فالمصري المسلم قبطي لأنه مصري قديم، والمصري النصراني أو المسيحي هو قبطي، يعني من أهل مصر القديم. نحن جميعا من أهل مصر القديم، لأن البعض يحاول لكن المسلمين دول جايين من بره وغزاة. هذا كلام غير صحيح. نحن الذين أسلمنا من أهل مصر القديم. طيب هل منطقي إن في شعب قدر يحافظ على نقائه العرقي المدة دي كلها؟ هو في حاجة اسمها نقاء عرقي أصلا؟ إحنا ما قلناش إن مصر فيها نقاء عرقي بنسبة 100%، بس أغلبية الشعب بنسبة 77% حافظت على نسبها المصري. طيب ده حصل إزاي؟ والشعوب زمان كانوا رايحين جايين على بعض، ما كانش فيه باسبورتات ولا فيزا يعني. ده سؤال حلو، وهنا هنجاوب من وجهة نظر الجغرافيا. مصر جغرافيتها خلتها معزولة طبيعيا، عندك شعب عايش على ضفاف النيل والصحراء بتحوطه من كل الجهات، وده رسخ أساس جيني استمر لآلاف السنين بدون أي تأثر بشعوب أجنبية، لأن ببساطة الصحراء كانت حاجز حماية طبيعي لسكان وادي النيل، ومن هنا المصريين بقى عندهم أساس جيني قوي. يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة الأساس الجيني للمصريين اتكون وخد شكله النهائي قبل دخول المسيحية والإسلام ب 4500 سنة، والأساس ده قوي كفاية إنه يمتص أي صفات وراثية جاية من بره مصر. وعشان كده الهجرات اللي حصلت على مصر زي هجرات القبائل العربية كانت دايما بأعداد قليلة مقارنة بسكان مصر الأصليين. طيب ليه المصريين فضلوا في مكانهم آلاف السنين وما هاجروش؟ البشر زمان كانوا في حالة هجرة مستمرة في رحلة البحث عن الأكل والمية، بس المصريين وضعهم مختلف، رزقهم جالهم لحد الباب، عندي نيل وأرض خصبة، أهاجر ليه؟ أنا قاعد في المكان ده مش ماشي، لأن وجود النيل خلى فيه زراعة، والزراعة خلت فيه استقرار، والاستقرار خلاهم يبنوا حضارة. طب أهل المنصورة موقفهم إيه من الكلام ده؟ الملامح اللي ممكن تشوفوها غريبة زي البشرة الفاتحة والشعر الناعم والعيون الملونة مش حاجة جديدة على المصريين، الملامح دي موجودة من آلاف السنين، مش لازم تكون نتيجة تزاوج مع شعوب تانية، وهنلاقي كتير من الملامح دي في عشرات التماثيل والمومياوات. سيرش على جوجل وهتلاقي تماثيل لملكات عيونها خضراء وزرقاء عادي. يعني أهل المنصورة مصريين زيك ومش أحفاد لويس التاسع ولا حاجة، وبالمناسبة في كتير شبههم في مدن تانية في صعيد مصر. طيب نيجي لسؤال تاني، هل أصول القبائل الموجودة في مصر بيرجع للجزيرة العربية بس؟ المعروف أن أصل القبائل العربية في مصر بيرجع للحجاز، لكن مصر ضمت كمان قبائل أمازيغية هاجرت من تونس وليبيا والمغرب، والهجرات دي حصلت في زمن الدولة الفاطمية، ورجعوا تاني بأعداد أكبر في القرن 18 واستقروا بشكل أساسي في الصحراء الغربية.
وفي علماء بيقولوا إن أغلب البدو اللي في مصر دلوقتي أصلهم أمازيغي مش عربي، مع وجود استثناءات زي النوبيين اللي هاجروا لمصر في فترات أحدث. آخر حاجة بقى، في دراسات حديثة بتقول إن نسبة المصريين اللي حاملين نفس الصفات الجينية للمصريين القدماء ممكن تكون أعلى من 77% وتوصل ل90% كمان. من الآخر كده، يمين شمال فوق تحت، المصريين الحاليين أحفاد مباشرين للمصريين القدماء، لأن التاريخ والعلم بيقولوا كده. الأفروسنتريك مش أول حد يدعي امتلاكه للحضارة المصرية، اليهود أول ناس عملوها وقالوا نفس الكلام، إنهم هم اللي بنوا الأهرامات واتطردوا من مصر، وإن رمسيس الثاني هو فرعون الخروج. I think that he worked harder than our forefathers did in Egypt building the pyramids. تحسوا سيناريو واحد بيوزعوه على بعض، والأكيد إن كلهم مش بيقدموا أدلة علمية أو تاريخية على كلامهم، على طريقة اكذب الكذبة وصدقها. بس احنا عندنا كنز اسمه الحضارة المصرية، لازم ناخد بالنا منه ونحميه، لأن زي ما انتوا شايفين ناس كتير طمعانين فيه عشان يخلقوا لنفسهم حق مزيف في أرضنا وأملاكنا وإرث جدودنا، ودي هويتنا اللي ملناش غيرها، وواجبنا نحافظ عليها ونسلمها للأجيال الجاية زي ما أجدادنا سابوها لنا، لأن من غيرها هيبقى ملناش تاريخ، واللي ملوش تاريخ ملوش مستقبل.